انا رضوى. النهارده هنتعلم نعمل ميك اب يدي اللوك البرونزي للصيف. اول حاجه هنحطها هو البرايمر من براند لوريال، بستخدمه. هنحطه على الوش كله عشان ده بيساعد ان الخطوط اللي تحت الفاونديشن او تحت البيبي كريم اللي احنا هنحطه ما تبانش، فيعمل كفرج كويسه. اهم حاجه ما ننساش عند ايدينا او بالبيوتي بلندر. لو انت عندك بيوتي بلندر او لو عندك برش تقدري تستخدمي الاثنين. انا بحب استخدم ايدي في معظم الميك اب. هعمل فيديو تاني عن ازاي نستخدم ايدينا، ولو انت ما عندكيش فرش تقدري ان انت تشتريها او تقدري تعمليها.
تاني خطوة هستخدم فرشة كيكو احط بيها الاي شادو. انا هستخدم الاي شادو بتاع ويت اند وايلد. هستخدم اللون اللي هو الذهبي واللون البني الغامق. اهم خطوه في الاي شادو ان انت ازاي تعملي بلندنج للاي شادو، ان انت ازاي توزعيه بطريقه صح، وان انت ازاي ما تحسيش ان انت حاطه الوان كتير مش متوزعه بطريقه كويسه. كده من طرف العين لفوق، احنا عندنا عظمه هنا في العين بنطلع فيها، بس انا هغمق شويه عشان ده لوك اللي هو البرونز. تعملي بلندنج ان انت توزعي اللون بطريقه صح عشان نحط لون تاني معاه. هنعمل نفس اللون في العين التانية، بتحطي اللون وبعدين تعملي بلندنج على العظمة اللي عندك فوق الجفن، بتعملي بلندنج عشان توزعي اللون ان انت ما تحسيش ان هو محطوط كتير. وممكن تظبطي برضو بايديكي لو في اي زيادات ممكن تمسحيها كده فوق تاني. احط هنا شوية كمان عشان هنا اكتر من هنا عشان الاتنين مدين نفس الشكل. هندخل درجة تانية معاهم هي الدارك براون اللي هو البني الغامق. مش هدخل اسود عشان نحس ان الالوان وورم او الالوان مع البرونز اللي هي دافية، اللي هي الالوان احنا بنتكلم في فيديو تاني عن الوان الاي شادوز ازاي مع بعض. انا هحط الدرجة دي هغمق شوية بيها طرف العين كده لبره كده، بعمل بلند. ونفس الحاجة احط هنا من على العين من على الجفن لبره. وانتي بايديكي لو في اللون طلع بره عند حواجبك ممكن تقدري تقلليه بايديكي. نفس اللون الجولد اللي انا استعملته انا كده، بس عايزه اعمل بلند هنا عشان يبقى ايه كل لون واحد بحركات تعمليها سيركلز دائريه كده. اللون اول لون انا حطيته هو الجولد، هاخده واحطه من تحت العين عشان بس يدي لايت. انا بستعمل نفس البراش عشان انا يعني ما بحبش اشتري، انا متعوده عليها ما بحبش اشتري براشز كتير كده تحت العين، بس ما كملش للاخر عشان العين معايا ما تتزقش.
انجلات ان هو بحس ان هو تقيل وينفع احطه جوه عيني، ما بيحرقش العين ما بتحسيش الناس اللي عندها حساسيه في عينيها تقدر تستخدمه. تحت الحاجب هحط لون فاتح عشان ينور الحواجب شويه، وبعدين هرسم الحواجب. هحط اللون دوت برضو من وات اند وايلد. هاخد بايدي واحط هنا تحت الحاجب، مجرد ان هو ينور تحت الحاجب عشان اللون اللي انا حطيته. وممكن تحطي هايلايتر، ممكن تحطي اي شادو، ممكن تفتحيه بالباودر زي ما انت عايزه، اللوك اللي انت حباه. كده خلصت عند العين. هاجي في انا بستخدم الفرشه دي. اي مسكره عندك في البيت فاضيه اغسليها وهتديكي تاخدي فرشتها وتسرحي بيها الحواجب كده. هي فاضيه ما فيهاش اي ليكويد او اي حاجه، عشان بحب حواجبي تبان ان هي طبيعيه وما تبانش انها مرسومه. بس انا عندي فراغات في حواجبي، فالفراغات دي بملاها بنفت ماسكارا رقم 4. باجي عند طرف الحواجب وبسرحها تاني كده، مليت الفراغ بس في نفس الوقت ما رسمتهاش عشان تبان انها طبيعيه. وادخل جوه شويه عشان انا حواجبي خفيفه كده. بعمل نفس الحاجه في الحاجب التاني كده. بعمل اللون في الاماكن اللي فيها فراغات او الاماكن اللي انا حاسه حواجبي فيها فاتحه. وبنفس الفرشه اللي انا سرحت بيها حواجبي في الاول، هي نفس الفرشه اللي انا هستخدمها ان انا برضو اوزع اللون ويكون خفيف ويبان ان هو لون الحواجب، ما يكونش باين ان انا حاطه او رسمه بالقلم كده. كده خلصت حواجبي. الخطوه التانية هحط ميبيلين ماسكارا. الماسكارا بتاعت ميبيلين دي حلوه قوي، وفي نفس الوقت بتحب تدي رموش بتبقى طويله وبتبقى تقيله، بتيجي من جوه من بره لجوه كده. في ناس ساعات لما بتيجي تحط الماسكارا بتبقى نازل عليها اي شادو، فبتدي لون، بتحسي ان انتي لون عينيكي بهتان مهما حطيتي ماسكارا عشان انتي متجيبهاش من جوه لبره. من جوه الرمش نفسه بتاخديه كله من جوه العين لبره العين
كده. والرموش اللي جوه على طول بتبقى يعني عارفين انها بتبقى اقصر، الرموش اللي جوه بتبقى اقصر من الرموش اللي بره، فمنعرفش نوصلها بسهولة بالماسكارا كده. نفس الحاجة هعملها في العين التانية، من بره لجوه. هبتدي من بره لجوه، من بره في الرموش، في نهاية الرموش لجوه، عشان زي ما قلنا الرموش قصيرة لجوه كده. مجرد بس ان انا هبتسم بس ابتسامة بسيطة كده، واحط على العظمة اللي هي بتاعة الخدود، واعمل واوزعها، مجرد بس طبطبة في الاول عشان تديكي. حاولي ما تجيش كمان على المنطقة اللي هي حوالين البق دي، عشان ما تخليش وشك كله مليان باودر او برونزر كده. والرقبة هستخدم الهايلايتر بتاع بنفيت، هحط انما بس يدي يعني اضاءة لوشي. زي ما قلت ان انا بحط في منطقة التي زون عند المناخير، وممكن احط تحت الحاجب، انور بس تحت الحاجب كده، مجرد حاجة بسيطة بعمل لها بلند. وبنزل عند العظمة اللي هي اللي انا حطيت الكونسيلر عليها، بنزل عند العظمة اللي انا حطيت عليها شوية صغيرين. ونفس الحاجة في العين التانية تحت الحاجب، وبعدين انزل عند العظمة، واحط عند طرف المناخير هنا، وهنا في النص، وفوق عند قرطي. لو الناس مش حابة ان هي تحط في كل المناطق دي، ممكن بس تحطي في الحتة اللي انت محتاجة تنوريها، مش لازم كل المكان اللي انا قلت عليه. وعند الدقن
وانا بقى هو اتعامل بايدي، وانا كان في فيديو تاني ازاي تعملي بايدك وانتي بتحطي بايدك. اخر حاجه احطها هو الروج الليبستيك. انا بستعمل كيكو اللي هو باشن فيلفت باشن. انا بحس ان ده مع اللوك البرونز بيبقى مدي على بيتش شويه كده. انا زي ما قلت انا مبحبش ارسم بوقي بالليب لاينر، بس هعمل فيديو تاني وانا عامله ليب لاينر للليبستيكس كده. انا هحط اللون ده واحط لون تاني غامق عليه. انت ممكن اي لون روج انت عايزه تحطيه اوكي. ممكن تحطي درجتين مع بعض عادي. عجبكم؟ لو عجبكم اتفرجوا على بقية فيديوهاتي عن الحيل والتريكس اللي احنا ممكن نعملها في الميك اب عامة. باي باي.